السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي رجالة، يوم جديد وحلقة جديدة. وانا والله العظيم يعني انا لسه اصلا هو احمد بيقول لي، قلت له لا استنى ما تحكيش بقى علشان افتح الكاميرا نشوف ايه اللي حصل. يعني انا لسه حالا يا شباب طالع لاحمد اهوت وبقول له اخبار الزغاليل ايه، زغاليل النشر الطريحة بتاعتنا. قال لي بص انا ماسك النهارده ابلق قشر بندق. ابلق قشر بندق؟ قال لي اه والله ماسك ابلق قشر بندق. هنعرف من احمد مسكه ازاي، وهنعرف من احمد حط ازاي، وكل الكلام ده هنعرفه مع بعض. يعني وبالمره بقى كمان نتشتم شويه الناس اللي هي مخها تعبان، ده يا عم انت كده كده كذاب، انت كده كده حرامي، انت كده كده ما بتديش حاجه لحد. لما انت شريف قوي كده انت معلق شبك ليه؟ يا جماعه هي الفكره كلها ان انت غيرة الحمام فيها ناس بتفهم وفيها ناس، انا اسف في اللي انا هقوله يعني لسه مش فاهم قوي او مش عارفه قوي. يا شباب متعه الحمام في مسك الحمام، متعة ايه الحمام في مسك فرد الحمام، مش في اخدان فرد الحمام. تمام؟ يعني ان انت تستمتع، عامله زي اللعبه كده، انت جبت جون معاك فرد غريب هوب حط هوب مسكته، دي المتعه. لحد هنا حلال. اما الحرام ان انت ما ترجعش الحمام لاصحابه. هو انا كنت طلعت قبل كده قلت لك ان مسك الحمام حرام؟ لا طبعا، مسك الحمام امسك يا عم زي ما انت عايز، بس رجع الحمام لاصحابه. انت خلاص جبت جون، احتفلت بالجون، خلاص بتسنطر تاني بتلعب، الموضوع انتهى. تعالى كده نصب على الحاج احمد ونشوف اخبار زغاليلنا ايه، ونشوف مسك الفرد القشر بندق ازاي، علشان كالعاده برضو بنفس اسلوبنا بنفس طريقتنا صاحب الفرد يكلمني ويتواصل معايا وياخده. طيب والله يا جماعه انا بعمل فيديوهات، وفي ناس بتيجي تاخد الحمام وفي ناس ما بتيجي تاخدش، يعني ما بياخدش الحمام. انا ببقى عملت اللي عليا، احيانا بطلعه هديه لاي حد، احيانا بسيبه، بس انا مبدئيا انا بعمل اللي عليا وبطلع اعمل فيديو بالفرد اللي احمد مسكه. تعالى نسمي الله كده ونصب على الحاج احمد. صباح الفل يا حاج احمد، اخبارك ايه يا جميل؟ ازيك وازاي مزاجك؟ تعرف يا احمد والله على قد ما انا بحب الحلقه قوي بتاعه مسك فرد الحمام دهيت، والواحد ايه مسكته ازاي وعملت ايه ومش عارف ايه، على قد ان انا في الحلقه ديت بتروق من الناس. هي بص يا احمد، هي الفكره ان في ناس مش فاهمه يا شباب. انا لو وحش، انت يا احمد هنلم الزغاليل، اللهم بارك. بص يا شباب الغليل الاول بتلم ازاي، وبعد كده نخش نشوف مسكنا ايه. تعرف يا احمد ان متعه الحمام في مسك فرد الحمام؟ طبعا. بص انا الزغاليل اول مره النهارده مش عايز ادخل. ما شاء الله. هو معاه لوحدها بيتطوروا لوحدهم يوم ورا يوم يا احمد. يا جماعه الخير اللي بينشي الزغاليل بتطور نفسها لوحدها. اوعى تكروا الزغاليل، اوعى تقول لهم هش وهتش، هي من نفسها خلاص بتجهز. دلوقتي احنا بنلمهم هم الارضيه هنلمهم ماشي، وهنخش مع بعض نشوف احنا مسكنا ايه النهارده. تمام؟ طبعا يعني خلي بقى اللي يقول وبتاع. انا لو وحش يا جماعه او حرامي زي ما الناس بتقول او انسان مش كويس، يعني اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. انا عندي حمام، واحمد يشهد حتى على الكلام ده، اقدر انا بس على كلفته. احمد احنا عندنا حمام قد ايه يا احمد؟ ما شاء الله ربنا يبارك. ما اعرفش اتكلم. فالفرد ده اصلا انا لما امسك فرد حمام انا بقى مصلحتي ان انا امشيه من قدامي. تمام؟ اللهم صل على النبي. ما شاء الله ما شاء الله، البلوق الحمر عاملين شغل جامد. كام ابله احمر دول يا احمد؟ اللهم بارك. كام بنفسجي؟ ليه؟ ما شاء الله. بول السود واحد صح؟ بول السود واحد. تمام، بس ما فيش خضر في دول يا احمد؟ ما عندوش خضر اصلا. هيجيلي السنه ده خضر. ما شاء الله. طب يلا باشا، نزلوا كلهم ولا لسه في حاجه فوق على العرق؟ واحد واقف مرحب جارنا هنا هو جعان. طب ما يجي يا عم ياخد قطره ويتظبط ومزاجه يبقى حلو. حبايبي يا رجاله طبعا احنا هنخش الداير دلوقتي نشوف الفرد اللي اتمسك، ونشوف ملابسات مسكه ايه، وايه اللي حصل بالظبط مع الفرد اللي ابلق القشر بندق اللي احمد مسكه. هنقول كل حاجه، نقول شاب ولا زغلول ولا كبير ومسكه ازاي، وكل الكلام ده حصل ازاي بالظبط. بس الفرد لما يجي اللي مرحل عند جارنا اللي جنبنا ده. بصوا يا شباب احنا قعدنا مستنيين الزغلول ما جاش، اوري لك دلوقتي. بص هناك اهو، بص ركز معايا، شايف القشه الخضراء؟ طبعا انا يعني اهو واقف على طرف الزاويه اهو ماشي، عينه وجعاه ماشي. الزغاليل ليها خلاص ميعاد بيتقفل عليه، ليها حصه دلوقتي. يعني الزغاليل دي دلوقتي بتاخد ميعاد وحصه ماشي. النهارده انا بسال احمد بقول له طاروا قد ايه لوحدهم يا احمد من غير شواره؟
انت قلت لي طرق دقيقه من غير شواره، نص ساعه من غير شواره. طب وانا ممكن اقرص عليهم كمان؟ انا ممكن اديلهم فوق دماغهم، بس انا بحب اكون سايبهم براحتهم. طبعا الرجاله بدات البيبان تبقى مقفوله في وشهم، خلاص بداوا يكبروا بقى، ما بقوش عيال صغيره، بدات البيبان تبقى مقفوله في وشهم. اللهم بارك. الحلبي الاحمر اللي اخر مره صورنا معاه ما كانش بيطلع العرق، دلوقتي ايه بدا يبقى يمسك فيهم. السكروته اللي كان الصقر ضارب فيه هنا اهوت موجود اهوت، وكان طاير في وسطهم النهارده. ماشي. اللبلق البنفسجي، اللبلق الامريكاني المسود، ما شاء الله المجموعه كلها مميزه. طب في فرد عينه وجعاه؟ فرد لا والله اللهم لك الحمد يعني ما فيهمش حاجه عينه وجعاه. تعال نرجع بقى لموضوعنا الحلقه عليه. طبعا الاسترالي بتاعنا اهوت هناك واقف على طرف الزاويه اهو، مش باين من هنا، ما علينا. تعال نرجع بقى لموضوعنا. احمد عايزين نعرف القشر بندق اللي انت مسكته ونشوفه ونعرف انت مسكته ازاي. اللهم صل على النبي ما شاء الله. بص يا رجاله الحمام خلاص بدأ يحفظ اهو. نقفل الشبكه، اتقفل كل فرد حمام على بابه. طبعا خلينا متفقين اللي بيشوفني لاول مره الزغلول ما بيشبعش يا شباب. هنيجي دلوقتي مع بعض برضو مع احمد نشوف الزغلول بياكل كلفه قد ايه. ورينا يا عم احمد كلفه الفرد عم. ده كلفه فرد حمام كده. ده كده احمد مش شبع، ده 3/4 بطن كده. 3/4 بطن عشان ابقى متحكم فيهم وعلشان ما ياخدوش بعضهم مني ويمشوا. وان شاء الله انا في حلقه تانية هنبقى نتكلم عن فردين الحمام اللي مخويين بعض. ماشي يا عم احمد. انا عايز القشر بندق. انا وصلت للدقيقه 7 في الحلقه ديت يا عم احمد. فين القشر بندق اللي انت مسكته الاول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا كده رجاله كده. فرد حمام طويل يا احمد، فرد حمام طويل. بصوا يا شباب تلفون جدعان جدا والله العظيم. يبقى الفرد ده اصل في ناس يا احمد، هاتوا كده بايدك معلش عشان نحط خلفيه كده على الفيديو كده. في ناس يا احمد بتبقى ايه؟ بص فرد الحمام ده بدبله، قول لي رقم الدبله وخده. يا رجاله فرد حمام قشر بندق بالعشر ابيض من تحت خالص اهوت يا رجاله. تمام. وقول لي رقم الدبله زي ما احمد بيقول كده، وتعالى شرفني او لون الدبله. بلاش رقم الدبله لان احيانا احمد في ناس بيبقوا مش حافظين الارقام. قول لي يا عم لون الدبله وتعالى طبعا خد الفرد. لو انا مش كويس انا اصلا مش هقول لك من البدايه اللي انا مسكت فرد حمام كويس. طيب في ناس بقى تقول لك ايه يعني انا الفرد الوحيد يا شباب، الفرد الوحيد. احمد اخلص بس الكلمتين دمت وتيجي تقول لي انت مسكته ازاي. الفرد الوحيد اللي بكرمه وبسيبه تاني بعد ما امسكه ب3 4 ايام هو الزاجل. طيب وليد هو انت ما بتسيبش ده اللي يرجع لصاحبه؟ يا جماعه الفرد ده بقى تايه، الفرد ده بقى ضايع من صاحبه. الناس احمد مش فاهمه، الناس فاهمه ان انت خدت في حد. الفرد ده انت مسكته ازاي الفرد ده؟ في العالي ده جاي في العالي، واحد جايين في العالي كده، قام داخل في وصوم. انا ما شفتوش اصلا، انا فوت تحت. انت ما تعرفوش؟ ما اعرفش اصلا. انا بعد الحمام لقيت الحمام زايد واحد. انت عارف عددهم يا احمد اللي طايرين؟ 25 واحد، لقيتهم 26. بتعدهم 26 ان شاء الله رجاله. في حلقه ثانيه هبقول لك برضو ازاي تعد الحمام. بعد وهو اللي فيهم البول اللي فيهم لقيتها زياده فيهم. طبعا انت مش مقرره لان القبله اللي يشرب بندق شبه البنفسجي. هو انا فهمته من الاول اللي هو خرج كده من وسطهم وقام راجع تاني. تمام. بعد البول اللي في وسطهم لقيته زاد فيه. حططت الحمام. فتحت للحمام اللي هو مثلا الاسترالي ده والحلبي واللبلق الاحمر ده، دول بيطلعوا على العرق بس وينزلوا. حطوا في وسطهم على طول يا احمد. فرد تايه يا رجاله، فرد ضايع. والدليل على كده ان هو كان ميت جدا من الجوع. احمد الفرد ده اتلف ولا اتحبس؟ حبسته؟ حبسته بكلفه طبعا. مش سهل احمد، مش سهل. حبايبي يا رجاله ربنا يكرمكم يعني ويرزقكم الخير. طبعا انا يعني مش هشغل دماغي بقى بحته انت بتمسك وانت بتعمل، هي متعه الحمام في مسك فرد الحمام. حبيبي يا حاج احمد ربنا يكرمك ويبارك لك في الطريقه دي يا احمد. شوفوا يا شباب في خلال ال3 4 دقايق ما شاء الله اللهم بارك الحمام كله حبس في عيونه، ما عادش غير ال4 دول. وهم طبعا برضو عارفين عيونهم اهوت. في 2 دخلوا بس بيترخموا. حبايبي الرجاله صباح الفل. كان معاكم شباب وليد عبد الرحمن الحاج احمد عبد الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.